عمرك صحيت الساعة 2 بالليل، حسيت إن حاجة جواك مش راضية تسكت؟ إنك مش زعلان من موقف واحد بس في حاجات كتير فوق بعض، إنك حاولت تنسى بس كل حاجة بترجع فجأة. أحكي لك حاجات حصلت معايا بس مش عارف أنا اللي غلطان فيها ولا مش غلطان. يلا بينا على الفيديو. حاجات حصلت معايا بس مش عارف أنا اللي غلطان ولا هي. كانت مجرد واحدة عادي يعني، مجرد واحدة دخلت حياتي بشكل عادي جدا كمان يعني. مش متوقع إن مش متوقع من ناحيتها أي حاجة. مكانتش مميزة في الأول بس واحدة واحدة لقيت نفسي بستناها، بستنى رسالة، بستنى كلمة، بستنى أي حاجة. والغريب إني مكنتش فاضي يعني، بس كان بتفرق في حياتي. غريب واللي أنا مكنتش متوقعه إن بقيت بحكي لها عن يومي، عن تفكيري، عن حاجات عمري ما حكيتها لحد ولا بحكيها لحد. ويمكن هنا كانت أول غلطة، إني فتحت قلبي. بس أنا كنت فاكر إن ده طبيعي، كنت فاكر إن ده اهتمام، إن ده حب، إن ده أي حاجة. بس ما كنتش واخد بالي إن أنا بس اللي بقرب، وما كنتش شايف إن أنا الشخص الوحيد اللي كان بيقرب. لحد يوم فهمت فهمت إن كل حاجة حاسس بيها كانت من طرف واحد، واللي هو أنا. اللحظة دي كانت كفيلة إن هي تغيرني، مش عشان هي مشيت، لأ، عشان أنا كنت شايف حاجة مش موجودة من الأساس. من ساعتها جوايا حاجة اتغيرت. بقيت لما بلاقي حد بيقرب بستغرب، لما لقيت حد بيهتم بشك، سواء ايا كان بقى مين هو. بقيت بخاف اتعلق، بس مش عشان ضعيف، عشان اتعب. الناس فاكرة ان الموضوع بسيط عدى وخلاص، بس محدش يعرف ايه اللي جواك اتغير. بتبقى اقل ثقة، اقل راحة، اقل كل حاجة. واسوأ حاجة انك تفضل فاكر كل حاجة، الحاجات الصغيرة، الحاجات الكبيرة، كل حاجة عدت انت لسه فاكرها زي ما هي. انا مش زعلان منها، بس انا زعلان على نفسي، اني صدقت، واني ارتحت، واني حبيت. بس يمكن دي كانت تجربة لازم اعيشها عشان اعرف ان مش كل اللي بيبان حقيقي بيطلع حقيقي في الاخر. انا مش ضعيف، انا بس تعبان، بس بحاول ارجع زي الاول، او ان انا ابقى نسخة اهدى من نفسي، ويمكن في يوم ما بقاش خايف تاني.